السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأشكر حضراتكم على اشتراككم عندي في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك النهاردة إن شاء الله بإذن الله عندي في القناة. النهاردة عندنا أخبار كتير جدا، عندنا كلام كتير جدا، عندنا كلام على النادي الأهلي وكلام على نادي الزمالك، وأتمنى حضراتكم تتابعوني لحد آخر الحلقة إن شاء الله بإذن الله. طيب مبدئيا هنتكلم على المهاجم، لان القصه بتاعت المهاجم في النادي الاهلي هي اللي عامله القلق كله في الايام اللي احنا فيها دي. واحنا قلنا اللي سوزا بنسبه كبيره هيكون موجود في النادي الاهلي بعد الكلام اللي سوزا قاله على الميديا عنده على الصفحه بتاعته، اللي هو شبه تهديد كده للنادي بتاعه، اللي انتوا لو مش استفدتوا مني بالفلوس في خلال 3-4 شهور اللي انا هنتقلهم في النادي الاهلي دول مش هتستفادوا، لان انا كده كده هروح النادي الاهلي وانا عايز العب في النادي الاهلي وهروح لهم فري. فاتمنى النادي بتاعه يعني يحقق رغبه اللعيب ويسيبه يتنقل للنادي الاهلي ويستفاد بالمليون دولار اللي الاهلي عرضه على الفريق بتاعه. لو ما جاش سوزا خلال الايام دي هيجي فري في شهر يناير. طب كده هيبقى في مهاجم في النادي الاهلي في الايام القريبه دي؟ طبعا هيبقى في مهاجم. الاهلي عامل تارجت للفريق بتاعه، لازم يكون مهاجم يبدا بيه الموسم الجديد ويبدا بيه مباراه السوبر اللي جاي، لان احنا عارفين كده مفيش الا صلاح محسن وكهربا في النادي الاهلي، وصلاح محسن مش راس حربه صريح، دي حاجه. والحاجه الثانيه كهربا احنا عارفين اللي هو موقوف 6 مباريات في الدوري المحلي او عامة في المباريات المحلية اللي هي في مصر ان شاء الله باذن الله. طيب الاهلي سافر النهارده، وصل ان شاء الله النمسا، عنده معسكر 15 يوم وهيلعب فيه ماتشين، ويرجع من الماتش ده ان شاء الله باذن الله على مباراة السوبر الافريقي في السعودية، هتكون يوم 15 يناير باذن الله. المهاجم، عشان المهاجم بس عامل قصه كبيره قوي وعامل قلق كتير قوي في النادي الاهلي، والناس كتير بتتكلم عن المهاجم. واحنا قلنا لو سوزا ما جاش الايام دي هي في حاجه من الاثنين: لا موليكا احتمال كبير جدا اللي هو رجع لحسابات النادي الاهلي، احتمال كبير جدا يكون موجود في النادي الاهلي، وفي اللعيب الافريقي اللي بيلعب في الدوري البرتغالي ده ان شاء الله باذن الله. لو موليكا ما جاش او سوزا هيكون اللعيب ده ان شاء الله باذن الله، وهو مهاجم كويس جدا ومحطه برده كويسه جدا وهيفيد النادي الاهلي. بس كولر مقتنع بموليكا ومقتنع بسوزا. نتمنى ان شاء الله باذن الله الخير للنادي الاهلي، ونتمنى له هو يتوفق في راس حربه يكون على مستوى النادي الاهلي. احنا عارفين اللي رسميا كده خلاص القندوسي مضى سنه مع سيراميكا على سبيل الاعاره، كده مكانه فاضي للمهاجم، وبنسبه كبيره المهاجم هيكون موجود ان شاء الله باذن الله في المعسكر في ال3 اسماء اللي احنا قلناهم ان شاء الله باذن الله. انا طبعا اتمنى واحد من الاثنين، اتمنى موليكا او اتمنى سوزا، بس اتمنى موليكا الاول. وفي كلام كده طالع اللي هو من الاذاعه التركيه اللي هو ان شاء الله باذن الله مضى للاهلي، فنتمنى يكون الكلام ده مظبوط، ونتمنى نشوف موليكا في النادي الاهلي. طيب عمرو السوليه حصلت له اصابه كده، تمزق في العضله الخلفيه، وهيغيب 4 اسابيع عن النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله نتمنى له الخير، ونتمنى له يرجع بسرعه كده. عمرو السوليه مش هيلحق المباراه بتاعت كاس السوبر، نتمنى له الخير، وان شاء الله باذن الله نحب نشوف في الملاعب، لان عمرو السوليه كابتن من كباتن النادي الاهلي زي ما احنا عارفين، ولعيب كويس جدا جدا، والواحد بيطمن لما بيشوف عمرو السوليه موجود في خط النص مع مروان عطيه وديانج، وعندنا برضو امام عاشور خلاص بنسبه كبيره جدا خف، وان شاء الله باذن الله يكون موجود في مباراه السوبر اللي جايه مع اتحاد العاصمه وهتكون في الاهلي. طيب اتكلمنا على المهاجم، واتكلمنا على اصابه عمرو السوليه، واتكلمنا على امام عاشور. هنتكلم على سيد عبد الحفيظ والقلق اللي على سيد عبد الحفيظ، وسيد عبد الحفيظ زعلان. امبارح كان في كده حفله متنظمه في مصر هنا، واختاروا الخطيب احسن رئيس نادي، واختاروا كذا لعيب من النادي الاهلي احسن لعيبه في مصر. وشفنا كابتن سيد عبد الحفيظ احسن مدير كوره في العام الماضي، وهو يعتبر احسن مدير كوره في الاعوام الماضيه دي كلها، 10 سنين مثلا على الاقل. شفناه امبارح بيشكر في النادي الاهلي، وبيشكر في اللعيبه بتاعه النادي الاهلي، بيشكر في ادارات النادي الاهلي اللي هو اتعامل معاه، وشكر الكابتن الخطيب. وشفناه
وهو الخطيب بيسلم عليه، ومفيش اي مشكله من الناس اللي بتتكلم على المشاكل ما بين سيد عبد الحفيظ وما بين النادي الاهلي او ما بين الخطيب. طبعا الراجل ليه حق يزعل شويه، بس طبعا الراجل ما عندوش اي زعل من ناحيه كابتن محمود الخطيب، وهي دي سنه الحياه، سنه التغيير دي هي سنه الحياه. فنتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق في اللي جاي، ونتمنى له نشوفه في مكانه كويسه. الزمالك وحكايات الزمالك، وكل يوم قصه كده في الزمالك طالعه. اتكلمنا كتير على الزمالك وقلنا يا جماعه احنا نتمنى ان الزمالك يرجع لمكانته الطبيعيه، ونتمنى نشوفه في احسن حاله، لان اتكلمنا كتير جدا عن الموضوع ده، وقلنا الكوره في مصر من دون الاهلي والزمالك ما تعتبرش كوره، ومفيش دوري، ومفيش مفيش اي حاجه، يعني بدون اهلي وزمالك مفيش كوره بصراحه. فنتمنى للزمالك التوفيق ان شاء الله. احنا عارفين اللي هو تم تغيير رئيس اللجنه الثلاثيه بتاعه نادي الزمالك، مسك اللجنه تعين امبارح استاذ عماد البناني بدل استاذ حسن موسى. نتمنى له الخير ان شاء الله. والناس طالعه الزملكاويه بيقولوا ده راجل اهلاوي وراجل بينتمي للاهلي وراجل مش عارف. احنا نتمنى للزمالك الخير، مع راجل اهلاوي ومع راجل زملكاوي ومع اي حد، نتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق، ونتمنى له التغيير للاحسن، ونتمنى نشوف الزمالك في احسن حال ان شاء الله باذن الله. طيب زيزو وقصه زيزو احنا عارفين ان اللجنه الثلاثيه قعدت معاه واتفقوا معاه على تظبيط الفلوس بتاعته، واحنا عارفين ليه مستحقات كتير قوي، فاللجنه الثلاثيه اتفقت معاه على دفع المستحقات بتاعته، وان شاء الله باذن الله نتمنى له الخير، وان شاء الله باذن الله نشوفه في حاله كويسه في الموسم الجاي هو وباقي اللعيبه. طيب قصه فتوح برضو اللجنه الثلاثيه قعدت معاه عشان التجديد، بس لسه الراجل ما خدش قرار. الراجل اداهم طلباته ومستني يرد، هم مستني اللجنه الثلاثيه او المسؤول عن نادي الزمالك يرد عليه. فنتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق، لان عارفين هو عايز يساوي العقد بتاعه بعقد زيزو، لو ما سواش ممكن يتنقل بنسبه كبيره قوي، يتنقل للنادي الاهلي، لان احنا عارفين النادي الاهلي متكلم معاه ومخلص معاه. الزمالك بتفاوض مع اوفا ده لعيب كويس قوي، راس حربه محترم جدا، بيلعب في النادي الانبي، والزمالك علاقته كويسه بنادي انبي، ونادي انبي بيحب يدي لعيبته لنادي الزمالك غير النادي الاهلي. فنتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق. لو الراجل ده جه الزمالك مع الجزيري هيبقى عندهم راس حربه اتنين قوياء جدا، مع زيزو مع خط اللي تحت المهاجمين دول، هنشوف خط هجومي للنادي الزمالك في الموسم الجاي ان شاء الله باذن الله كويس، مع التعديلات ومع الصفقات الجديده. نتمنى الزمالك ان شاء الله باذن الله يسدد الفلوس اللي عليه عشان الكيت بتاعه يتفتح، فان شاء الله باذن الله هيكون الزمالك ليه شكل تاني الموسم الجاي. في النهايه حابب اشكر حضراتكم على حسن المتابعه، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.